أنا عارف المعظم ديالكم أو أكثر من 70% غادي تصدم سواء بسؤالي أو الإجابة على واش إيطاليا أحسن من ألمانيا وسويسرا، والبعض الآخر سيكتفي فقط ب ها ها ها. فنتمنى تريحوا وتاخذوا واحد القهوة، لأن هذا الفيديو مهم جدا بالنسبة لكم انتم الناس اللي باغا تجي تستقر في اوروبا. غادي نقول لكم اش من بلد غادي تستقروا فيه. بطبيعه الحال قبل ما ندخلوا في التفاصيل، انا ما غادي نشد حتى شي واحد. اذا جاتك فرصه من المغرب وتسافر سويسرا او المانيا، لا انا ولا اي واحد غادي يشدك، ولكن حنا عارفين حسن المعرفه بان باش تاخذ التاشيره سواء غير دراسه او زواج سويسرا او المانيا، انتم عارفين المراحل والعقبات والمشاكل اللي كتواجهنا. انا علاش اختاريت المانيا وسويسرا؟ لان احنا اغلبيتنا كيبغي يسافر هاد الجوج البلدان، خصوصا سويسرا بلد صغير، وسويسرا فيه الحياة زوينة الى اخره، وكذلك المانيا. ولكن المشكله فاش؟ وهو باش تجي هاد البلدان غير باش تاخذ تاشيره سواء دراسه او زواج، كدوز من مراحل عديده ومشاكل وطليع والهبيط والفلوس الى اخره. فغير الناس دابا عندهم مشاكل التاشيره ديال فرنسا، فما بالك بالتاشيره ديال سويسرا او المانيا. رجعوا الموضوع ديالنا. انايا بطبيعه الحال طلب مني الوقت في هذا الفيديو باش ندير لكم علاش ايطاليا احسن من المانيا وسويسرا، لان هنالك 5 نقاط مهمه جدا خاصنا نحطوها في الامر الواقع باش نختاروا بلد معين اللي نستقروا فيه ونبنيو مستقبل ديالنا. النقطه الاولى وهي اوراق الاقامه، النقطه الثانيه وهي الخلصه الشهريه، النقطه الثالثه الكراء ديال المنازل، والنقطة الرابعة الحياة بصفة عامة، والنقطة الخامسة والأخيرة والمهمة كذلك وهي العنصرية. كل هذا نشوف واش هذاك البلد ممكن نستقروا فيه أو ما يمكنش لينا نستقروا فيه، واخا تكون غير 2 أو 3 الحوايج من اصل 5 ما كاينينش. فانا ما غاديش نحاول نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو ونطرقوا لتفاصيل اخرى، فقط نتوما دخلوا لجوجل وتكتبوا اي بلد طاح في الذهن ديالكم وباغي تمشيو تستقروا فيه، خاصكم تطرقوا لهذه ال5 نقاط اللي قلت لكم، لانه نقاط مهمه جدا في اختيار بلد اوروبي للاستقرار وبناء المستقبل. فنبداو بالنقطة الأولى وهي أوراق الإقامة. الأوراق الإقامة بطبيعة الحال غادي تمشي لإيطاليا بدون منازع. إيطاليا بالنسبة لي أنا في أوراق الإقامة كتعتبر هي الأولى في أوروبا كاملة من ناحية أوراق الإقامة، سواء الناس خارج إيطاليا أو الناس داخل إيطاليا. بمعنى بأن إيطاليا عندها قوانين كثيرة. عندك قانون ديال العقود الموسمية اللي كتحل تقريبا كل سنة، عندك قانون مفتوح طيلة سنة وانا ان شاء الله غادي نطرق ليه في فيديوهات قادمة. عندك كذلك القانون ديال واحد الى تزوج وحده بجوج ما عندهمش اوراق وولدوا ممكن ياخذوا اوراق ديال 6 اشهر، ومن بعد يعني يديروا محامي ويمشوا للمحكمه. عندنا كذلك عن طريق الزواج، يعني تزوج بايطاليه او اوروبيه عايشه هنايا في ايطاليا وعندها الدار وعندها الخدمه الى اخره، ممكن تبقى هنا في ايطاليا بدون الرجوع الى البلد الاصلي ديالك. فكل هاد العوامل كتساعدنا باش نشوفوا بان ايطاليا فعلا هي الرقم 1 في اوروبا كامله من ناحيه تسهيل اوراق الاقامه سواء هنايا او خارجيا. وعندنا النقطه الثانيه وهي الخلصه الشهريه. الخلصة الشهرية إخواني الكرام بدون منازع غادي تمشي لسويسرا في المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية ألمانيا. هنايا إيطاليا، هي إيطاليا بلد جميل وبلد مزيان، ولكن المشكلة خرجوا عليهم 3 الحوايج. الحاجة الأولى وهي المافيا الكبيرة لإيطاليا، وعندك الحاجة الثانية هي المافيا الصغيرة ديال الأجانب اللي حتى ديالنا مع الأسف داخل معهم. والحاجة الثالثة وهي بعض المسؤولين اللي كيدخلوا البلاد الرئاسة ولا في الحكومة إلى آخره كيديروش التسيير ديالهم مزيان، وبالتالي هاد 3 العوامل كتساهم بشكل كبير
في يعني تطور البلاد من عدمه. فمثلا الخلصه الشهريه كندويو عليها هنايا في ايطاليا، عندك بارت تايم 4 سوايع في اليوم، يعني ممكن تخدم من الاثنين حتى السبت يعني خلصه شهريه ما بين 700 حتى 800 اورو، يعني ما بين 140 حتى 160 ريال مغربيه. ولكن الى مشينا لسويسرا ممكن توصل 2500 اورو في يعني الشهر. يعني هنايا كتلاحظ واحد الفرق كبير وكبير جدا بالنسبه للخلصه الشهريه. والى مشينا كذلك لالمانيا غادي نلقاو يعني تقريبا بارت تايم 4 سوايع من الاثنين حتى السبت او من الاثنين حتى الجمعه كتخلص على الاقل 1500 1400 اورو، يعني تقريبا 1.5 مليون، 1,080,000 ريال مغربيه. وبالتالي هنايا غادي نعطي نقطه سويسرا ونقطه المانيا، وايطاليا ما غنعطيها حتى نقطه، غتبقى عندها نقطه ديال اوراق الاقامه. وحاجه اخرى بغيت نقول لكم بان يعني في كومو او النواحي اللي قريبه لسويسرا، يعني الحدود مع سويسرا، هنالك يعني مدينه سميتها لوغانو، مدينه سويسريه على الحدود مع ايطاليا بالضبط، يعني تبعد فقط يعني بضعه كيلومترات على كومو. تقريبا السكان ديالها واحد 80% كلهم ايطاليين خدامين في سويسرا. يعني تخيلوا معايا كيدخلوا لايطاليا باش كيتقداو وكيرجعوا لسويسرا، يعني هذه المدينه ديال لوغانو اللي كتبعد فقط بضعه كيلومترات. كاينين حتى اللي كارين في كومو وكيرجعوا يخدموا يعني في الصباح كيمشيو لسويسرا. يعني تخيلوا معايا باش تعرفوا الكراء اللي غنتحدثوا عليه دابا في النقطه الثالثه، بان الكراء في سويسرا وفي المانيا بعيد كل البعد على ايطاليا، لان ايطاليا بالنسبه للكراء كتبقى يعني منخفض، التكلفه ديال الكراء ديال المنازل منخفضه شيئا ما مقارنه مع سويسرا والمانيا. فمثلا هنايا الكراء في ايطاليا كيتراوح السعر ما بين 370 400 حتى 800 1200 اورو. مثلا هنايا في النواحي اللي ساكن انايا الكراء ديال المنازل ما كيتعداش 500 اورو، منزل فيه 70 متر كاري في النواحي او في المدن الصغرى. اما الى تحدثنا في المدن الكبرى مثلا في ميلانو اللي السعر ديال الكراء يعني فقط 50 متر كاري او 40 او 45 متر كاري كيوصل الثمن ديالو 800 اورو. وهنايا كتشوف وتلاحظ بان السعر ديال او تكلفه ديال الكراء المنازل كيختلف من مدينه الى اخرى، لان ميلانو بطبيعه الحال فيها العيش مزيان وفيها الخدمه وفيها اي حاجه احتاجتها الترونسبور الى اخره، فبطبيعه الحال كتلقى ثمن ديال الكراء مرتفع. وملي كتجي تشوف يعني بعض المنازل اخرى اللي كتواجد في مدن صغيره او نواحي خارجه كتلقى يعني نسبه العيش فيها قليله، لان الترونسبور ما كاينش او قليل، او حتى يعني الخدمه حتى هي قليله. ودابا ندوزو النقطه الرابعه وهي المعيشه عامه. المعيشه عامه ما بين ايطاليا، سويسرا، المانيا، بطبيعه الحال ايطاليا المرتبه الاولى، المانيا المرتبه الثانيه، وسويسرا المرتبه الثالثه، بلا ما ندخلوا في التفاصيل، لان المعيشه هنا في ايطاليا منخفضه شيئا ما ولو بنسبه قليله على المانيا، ومنخفضه بنسبه كبيره على سويسرا. فقط ما عليكم غير تدخلوا لجوجل وتبحثوا وتشوفوا جميع المعطيات حول المعيشه في سويسرا وفي المانيا وفي ايطاليا باش ما نطولش لكم في الفيديو بزاف وندخلوش ونتعمقوا في التفاصيل. والان غادي نتحدثوا النقطه الاخيره والمهمه وهي العنصريه. العنصريه بطبيعه الحال تختلف من مكان الى اخر. مثلا هنا في ايطاليا نتحدث هنا على الشرطه، يعني الشرطه تعتبر يعني واحده من احسن الشرطه اللي كاينه في العالم ممكن كامل، يعني كيتعاملوا مع الشخص ما كاينش هنالك واحد العدوانيه في حاله قليله من يكون يعني الشخص ولا عدواني تجاههم. اما اذا ما كانش عدواني بطبيعه الحال ما كنقولش 100%، ولكن واحد نسبة كبيرة كتلقى يعني الشرطة كيتعاملوا مع داك الشخص ولو يكون أجنبي من غير بطبيعة الحال. يعني الشرطة ديال سويسرا غادي تكون هي شرطة مزيانة، واخا أنايا ما عنديش شي دراية عليها، كذلك الشرطة ديال ألمانيا وما إلى ذلك. ولكن بالمجمل أنايا غادي نمشي مع يعني العنصرية
ما كايناش بنسبه كبيره هنايا في ايطاليا، عكس ممكن تكون في المانيا او سويسرا. وبالتالي غتمشي 3 نقاط لايطاليا ونقطه لالمانيا وكذلك سويسرا. هاد 5 النقاط اللي ذكرت لكم هي نقاط مهمه جدا باش تشوفوا اش من بلد مزيان لكم للاستقرار والعيش وبناء المستقبل. ما تنساوش الدعم ديالكم، ونشوفكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.